من فترة كده كان طلع عمرو أديب واتكلم عن دكتور ضياء العوضي وإن هو طلع يزعق والكلام ده كله. وبعد كده جه تاني يوم بعد انفعاله الشديد دون وطلع قال لك أنا خلاص يا جماعة مش هسكت أو هسكت، لأن دي صحة البني آدم ومش عارف وأنا يعني مهموم عن الناس اللي هي بتموت وصحتهم بتروح والكلام ده كله. طيب، بص يا عم عمرو، يلي سيرتك بقت على كل لسان وبقى ما عندكش صاحب ولا صديق ولا حبيب ولا قريب ولا بعيد تقرب منه أو تتكلم عنه بصدق. يعني عندك مبدأ، مفيش حاجة اسمها إنك أنت بتخاف على المواطن أو الكلام ده كله. لو حضرتك بتخاف على المواطن بص على الأماكن الخربانة، بص على الحتت المدشملة خالص البايظة خالص، بص على حياة البني آدم اللي هو معدومة خالص نهائي. لو أنت فعلا بتسأل على المواطن، انزل انزل وروح للمواطن برجليك، بدل ما أنت قاعد في الاستديو بتستنى الإعداد يجيبوا لك الورق المكتوب علشان تقوله وأنت في الاستديو في التكييف. ناس بره حياتها اتعدمت، حياتها مش موجودة، حياتها طلعان عينهم. فالحل ليك علشان الناس ما تهاجمكش أو علشان الناس تحبك أو علشان تغير من جلدك زي ما بيقولوا أو تغير من جمهورك أو تزود جمهورك، علشان تنزل للطبقة الفقيرة جدا جدا ديت والناس تحترمك أو الناس تحبك والكلام ده كله. انزل لهم وشوف حياتهم عاملة إزاي وشوف دنيتهم عاملة إزاي، وصور وشوف كام حالة إنسانية محتاجة المساعدة، كام واحد حياته صعبة، حياته تحت الفقر بمراحل. انزل وصور واعرض على برنامجك بالليل، هتبقى حلقاتك يعني معدية وهتجيب ترند وهتعلي المشاهدات بتاعتك هتزيد. العواطف هي اللي بتجيب مشاهدات، انما النفاق والشغل من الاستديوهات والكلام ده كله ما بيجيبش. انزل وشوف ارض الواقع، شوف الناس حياتهم عامله ازاي، شوف هم عايشين ازاي. انزل انت وشوف الحياه بنفسك، ما تختارش الحياه دي، ما تبصش على الناس بالطياره من فوق، ما تبصش عليهم من البلكونه. انزل لهم وعيش معاهم الحياه، انزل لهم وشوف هم عايشين ازاي، شوف حياتهم ماشيه ازاي، شوف المواطن بيشتكي من ايه، شوف ايه اللي ناقصه، شوف ايه اللي باظ عنده، شوف ايه اللي اتدمر عنده، شوف ازاي انت تحميه، شوف انت ازاي تساعده، شوف ازاي انت تكون سند ليه، شوف ازاي فعلا هو حياته عامله ازاي، شوف انت فعلا هتحافظ عليه وهتخاف عليه فعلا، شوف الناس بتتبهدل ازاي، شوف الناس يعني كانت في ايه ووصلت لايه، شوف الناس ناقصها ايه، ايه اللي الناس وصلت له في الايام دي. الناس ما بقتش يعني قادره تستحمل. فبدل ما حضرتك بتقول انك انت بتخاف على المواطن وخايف على الناس والكلام ده كله، انزل انزل شوف ايه اللي ناقصهم وايه اللي هم محتاجينه وايه اللي هم عايزينه وايه اللي خلى حياه المواطن وصلت للحضيض كده. حضرتك مرتبك قد كده او قد كده او قد كده مالناش دعوه بيه، ولكن انزل شوف مرتبات الناس قد ايه تحت، عايشه بايه، بتاكل ايه، بتشرب ايه. شوف هل المرتبات اللي هم بياخدوها دي هل هي فعلا تستحق، هل هي فعلا تستحق فعلا ان حياتهم تبقى كده، ولا هل المواطن في حاجه ناقصاه. انزلوا وشوفوا حياه الناس عامله ازاي، صوروا بنفسكم وشوفوا الحياه على ارض الواقع عامله ازاي. ما تقولوش انتوا مين ولا تبع مين ولا بتاع، انزلوا بمواصفات باشكال مختلفه، في حاجات كتيره جدا تقدروا تستخبوا وراها عشان تنزلوا تعاينوا بنفسكم. يعني انك انت تبقى من ورا الشاشه او من ورا التلفزيون او من ورا الكاميرا او من ورا يعني يعني او من ورا الكواليس، دي حاجه وفي ارض الواقع حاجه تانيه جدا. لما تعيش مع الناس وتعاصرهم وتشوف حياتهم ماشيه ازاي هتعرف معاناتهم عامله ازاي، هتعرف هم عايشين ازاي، هتعرف ان الراجل ده بيتعب قد ايه، شوف الراجل بيقبض قد ايه في الشهر وبياكل وبيشرب قد ايه وعامل ايه في حياته. فانزل للمواطن وعيش معاه حياته، هتعرف انت فين وهم فين. سلام.